ملفات بوليسية. ملفات بوليسية، القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. ملفات بوليسية. رسالة من المطار، الجزء الأول. جاءت فاطمة بخالد من وزان إلى الرباط بعد أن حصلت على شهادة البكالوريا بتميز. اختارت أن تتابع دراستها في الصيدلة. اجتازت المباراة بنجاح، وانطلقت في الدراسة يحذوها أمل كبير في أن تعود يوما ما إلى مدينتها الصغيرة وزان لتساهم في تخفيف آلام المرضى من أبنائها. كان حلما جميلا يراودها منذ الطفولة. من منا لا يذكر تلك الأسئلة التي كان المعلمون والمعلمات يطرحونها علينا ونحن في مستهل سنواتنا الدراسية الأولى؟ كثيرون من بيننا كانوا يحلمون بأن يصيروا أطباء وصيادلة وطيارين، وأن يحترفوا كل تلك المهن النبيلة. لم تكن فاطمة بخالد وهي في مدرستها الابتدائية في وزان سوى واحدة من هؤلاء الذين يتوارثون الأحلام جيلا بعد جيل. نحن الآن في العام 2000. قطعت فاطمة بخالد أشواطا هامة في مسارها الدراسي. هي الآن في مستهل السنة الأخيرة. قريبا سيتحقق الحلم. مساء 25 من أكتوبر كانت فاطمة تمر بالقرب من المحطة الطرقية في حي يعقوب المنصور لما توقفت بمحاذاتها سيارة سوداء. كان سائق السيارة شابا يضع على عينيه نظارتين سوداوين. في لمح البصر خرج من السيارة رجلان، أمسكا بها وصار يجرانها نحو السيارة. حاولت أن تصرخ، لم يأبه المارة ولم يستوقفهم صراخها رغم كثرتهم. زج بها في المقعد الخلفي، وانطلقت السيارة السوداء بسرعة جنونية. تذكر فاطمة أن خاطفيها أخذوا وجهة طريق الدار البيضاء. كانت تحاول أن تقنعهم أنها ليست من فتيات الرصيف. توسلت إليهم، قالت إنها طالبة جامعية، وإنها في تلك اللحظة صفعها أحد اللذين أجلساها بينهما. لم تكن فاطمة قد صفعت من قبل. أيقنت أن خاطفيها يضمرون كل ما قد يخطر ببالها من سوء. لم يعد أمامها الآن إلا أن تسايرهم وتحاول تجميع القدر الأكبر الممكن من المعلومات حول خاطفيها وحول الوجهة التي يسوقونها إليها. استجمعت كل قواها لأجل ذلك. تجاوزت السيارة المدار الحضري لمدينة تمارا. فجأة أخذت وجهة سيدي يحيى زعير. أوقف السائق ذو النظارتين السوداوين السيارة. أمر مرافقيه بوضع عصابة على عيني فاطمة، بدا لها أنه زعيمهم. لم تعد تستطيع الرؤية الآن. تحركت السيارة. أحست فاطمة أنها تسلك طريقا غير معبدة. حاولت أن تعرف المسافة بحساب نبضات قلبها. لما أحصت 526 نبضة توقفت السيارة. سمعت صوت باب حديدي يفتح، ثم دخلت السيارة. توقف هدير المحرك. نزل الجميع. اقتادوها إلى الداخل. هناك فقط أزيحت العصابة عن عينيها. أمروها أن تمتثل وتستجيب لكل ما يطلب منها إن هي أرادت البقاء على قيد الحياة. كانوا 4 تناوبوا على اغتصابها، واستدعوا 5 التحق بهم. لم يسمع أحد توسلها. افتضوها وتناوبوا على اغتصابها بوحشية على مدى 3 أيام. كانوا يتناوبون على حراستها حتى لا تتمكن من الفرار. ولما نفذ ما جاءوا به من أكل وشراب قرروا التخلص منها. وكما جاءوا بها معصوبة العينين أخرجوها من مكان احتجازها معصوبة العينين. أركبوها السيارة. فتح الباب الحديدي الكبير،
ثم تحركت السيارة على الطريق غير المعبدة. ولجت الطريق الإسفلتية ثم انطلقت بسرعة. في أحد شوارع مدينة تمارا ألقوا بها من السيارة ثم انطلقوا مسرعين. مرت لحظات حسبتها دهرا قبل أن تدرك أنها استعادت حريتها. فكرت في الذهاب إلى وزان لتبلغ أهلها بالذي تعرضت له، ولكنها سرعان ما تراجعت. كيف لها أن تخبر عائلتها بالعار الذي لحقها؟ لقد فقدت عذريتها. هي تعلم أن ذلك سوف يسبب ألما كبيرا لأسرتها، ولذلك قررت أن تخوض المعركة وحيدة. قصدت مركز الدرك في تمارا للتبليغ عما تعرضت له. كان رد الدركي الذي استقبلها أن عليها أن تدلي بأسماء الأشخاص الذين خطفوها ثم اغتصبوها، وأن تحدد عنوان المكان الذي تم فيه كل ذلك، ثم أن ترفق كل ما سبق بشهادة طبية تثبت تعرضها للاغتصاب. تصوروا وقع هذا الجواب على نفسية فتاة مثل فاطمة بخالد، كانت قبل ساعات فقط تتعرض لأبشع ما قد تتعرض له امرأة. اعتبرت فاطمة رد دركي المداومة إهانة تلحقها. قررت أن تستعين بمحام عله يجد سبيلا ميسرا للقبض على الجناه ومحاكمتهم. لم يكن رد المحامي يختلف عن الرد الذي تلقته من مركز الدرك، وكانت إهانة أخرى تلت سابقاتها. لم تكن فاطمة المكلومة تتوقع أن ينظر إلى قضيتها بهذا الاستخفاف. رأت أن المسالك القانونية لأخذ حقها ممن اعتدوا عليها تحفها تعقيدات كثيرة، ولذلك قررت أن تسلك الاتجاه الآخر المعاكس. قررت أن تثأر لكرامتها مهما كلفها ذلك، ففي نهاية الأمر لم يعد لديها الكثير مما تخسره. خسرت عذريتها، ولم يعد لها من مجال لتعود إلى وزان لتحقق على الأرض حلم الصبا. عادت فاطمة إلى البيت، استجمعت قواها وباشرت التخطيط لتصل إلى خاطفيها. في صباح 29 من أكتوبر، بعد 4 أيام من فاجعة اختطافها، ارتدت ملابس لا تتيح لخاطفيها التعرف إليها إن هي صادفتهم. أخذت وجهة البيت حيث احتجزت وتعرضت للاغتصاب. لما وصلت إلى المكان الذي توقف فيه خاطفوها ليضعوا عصابة على عينيها، تذكرت هي الآن في بداية الطريق غير المعبدة التي تمهلت عندها سيارة الخاطفين. كان مسلكا ينهجه المزارعون. تقدمت في المسلك وهي تحصي نبضات قلبها. حين أحصت 526 نبضة، كانت قريبة من بوابة حديدية كبيرة، هي ذي بوابة البيت المشؤوم، حيث احتجزت وتناوب على اغتصابها أفراد العصابة. انتابها إحساس غريب تمازج فيه الغضب بالخوف الشديد. اقتربت من البوابة، طرقتها مرة ثم مرات ومرات، لا من مجيب. مر بجانبها مزارع أخبرها أن أصحاب هذا البيت لا يأتون إليه إلا في أيام العطل. كانت تريد أن تعلم من يكون صاحب البيت، وبينما هي تسائل نفسها استقر نظرها في شروده على صندوق العداد الكهربائي. اقتربت منه. في أسفل الصندوق رقم تسلسلي، رقم المشترك. سجلت الرقم في ورقة ثم انصرفت. عادت فاطمة بخالد إلى الرباط، آوت إلى غرفتها، أغرقت في التفكير. تريد الآن أن تعرف من صاحب رقم الاشتراك. كانت فاطمة شابة ذات أخلاق راقية. حسن معاملتها لموظف شركة توزيع الماء والكهرباء الذي يأتي نهاية كل شهر لاستخلاص الفاتورات جعلته يكن لها ودا واحتراما. لما التقت به في الغد طلبت منه خدمة. قالت إن شابا تقدم لخطبتها، وبما أنها لا تعرف شيئا عنه وعن ذويه
فقد سجلت رقم الاشتراك في الربط الكهربائي وتريد الحصول على معلومات إضافية. بعد يومين جاء موظف شركة توزيع الماء والكهرباء حاملا معلومات قيمة أتاها بالاسم الكامل لصاحب الاشتراك ومحل سكناه. هي الآن ربما في بداية الطريق لملاحقة رأس العصابة التي اختطفتها واغتصبتها وحطمت نفسيتها ودكت أحلامها. استحضرت فاطمة مثلا شعبيا مفاده أن ضربة مقص واحدة تقتضي التفكير 100 مرة ومرة، ولذلك لزمت غرفتها يومين تدقق تفاصيل خطة تحركها. خلال اليومين استعرضت حياتها مرحلة بمرحلة، من الطفولة في وزان وأحلامها العجيبة إلى كلية الصيدلة بالرباط. مر شريط الأحداث سريعا، ولكنه توقف مطولا عند مساء ذاك 25 من أكتوبر، حيث اختطفت قرب المحطة الطرقية في حي يعقوب المنصور. مثلت أمامها صورة دركي المداومة في مركز الدرك بتمارة الذي طالبها بعناوين المغتصبين وأسمائهم، واستحضرت ذاك المحامي الذي لم يختلف موقفه عن موقف الدركي. كان يتفجر بداخلها بركان في أعتى تجليات غضبه. كانت تحس بأن المجتمع رفض أن يحتضنها حين وقفت ببابه جريحة، ولذلك آلت على نفسها أن تتحرك بمفردها وأن تثأر لكرامتها. هي الآن في مستهل الطريق للانتقام. وزان التي رأتها تخرج إلى الدنيا واحتضنت أحلامها صبية ويافعة صارت بعيدة الآن. الشعور بالعار يحول بين فاطمة والارتماء في حضن وزان الدافئ. وضعت فاطمة ترتيبا دقيقا لأفراد العصابة، ترتيب يبدأ بمتزعمها صاحب السيارة السوداء ذي النظارتين السوداوين. فهل ستستطيع تحقيق أهدافها؟ بقية الملف في حلقة الغد.